السلام عليكم جميعا الاخوان. بالنسبه للخدمه في كارفور كانوا كيجيوني واحد التساؤلات بزاف، وكانوا كيسولوني بان كيفاش غادي يخدموا في كارفور. المهم دابا جا وقت ديال الصيف، وعلى حساب دابا هو المدارس، وعلى حساب دابا العيد الاضحى اللي جاي، امور العيد راه على حقاش باش عاوتاني يستافدوا على حساب باش يدوزوا البكالوريا والامتحانات. المهم سولوني كيفاش غادي يخدموا في كارفور، واللي هذا هو جا وقت ديال الصيف. وبالنسبه الشروط او كاع المواصفات اللي غادي الانسان باغي يخدم في كارفور او مرجان او بيم. المهم بالنسبه انا فاش كنت خدام من قبل هذه شحال هذه كنت خدام في كارفور. المهم ذاك الوقت في ذاك الوقت 2000 درهم الشهر و8 ساعات، 2000 درهم و8 ساعات، يعني اول مره المبتدئ. يعني واخا ما عندك لا تجربه لا والو، كتدخل صافي كيعطيوك شنو دير. كيكونوا الجروبات، يعني الجروب كيكونوا معاك اما 4 ولا 5 ولا 3 على حسب الجروب اللي غيكونوا معاك. كاين الجروب ديال الصباح من الصباح حتى 3، وكاين الجروب اللي غيجي يتسونجاو معاكم من 3 ل 11 بالليل، ولكن ما كاين لا ترونسبور لا والو. المهم بالنسبه للصالير 2000 درهم و8 ساعات. هادو الفيديو خاص الناس اللي غير باغيين يديبانيو في هاد العطله. راه ماشي يعني الا كنتي باغي تستعمر وباغي تصبر او تجمع شويه المصاريفه، هذا هو المهنه اللي غادي تخدم فيها في الصيف. المهم بالنسبه لاكيس على حسب البوستات اللي كيعطيو، ماشي راه كلشي بحال راه كل شاف عنده الجروب ديالو، وكل شاف عنده المهمه ديالو. بالنسبه للخدمه راه انت وزهرك شكون غيعيط لك، واش غيعيط لك على حساب الشاف ديال الحوايج، واش غيعيط لك الشاف ديال الماعن، واش غيعيط لك الشاف ديال المناضات والماء والعصير وداك الشيء، ولا غيعيط لك الشاف ديال سميتو تغذيه بحال الفرماج بمويات. المهم داك الشيء واش غيعيط لك على حساب العطريه وداك الشيء. راكم عارفين مرجان وكارفور شنو تيكونوا فيه، راه كل شاف عنده الخصائص ديالو. بالنسبه انت وزهر يا اما غيعيط لك الشاف ديال لاكيس غتخدم في لاكيس، غير هو على حسب انت واش عندك مع الصرف وترد الصرف، لحقاش انت غتكون جالس وضروري غتكون مع الكليان بان خاص الناس ترد عليهم وتحسب داك الشيء شحال جات في السلعه مع الكليان. المهم هذا الاهم. الا ما كانش عندك مع الصالير كيفاش زعما كيفاش ترجع الفلوس او ترجع الصرف ولا غادي تحسب، انت في لونتروتيا فاش كيعيطوا لك انت كتقول لهم بان راه لا كيس ما عندي شويه ناقص. المهم هما عاوتاني يقول لك سي نعيطوا لك من بعد، راه ماشي غير يقول لك سي نعيطوا لك زعما راه ما عيطوش، راه كاين هذاك السي في غيبقى تما، راه مازال غيحتاجوا شي حد عاوتاني اخر. فهمتي راه هذاك السي في راه تيدور ملي كتخدم معاهم داك السي في تيبقى صافي في الاداره خاص. المهم بالنسبه للشروط خاص يكون عندك بعدا بكالوريا، حسن السيره، دير سكانر على الصدر، دير شهاده طبيه، ودير تصاور. وبالنسبه لهذا الشيء كامل ضروري خاصهم يتجمعوا. المهم تصاور، الباك، لاكارت فوتوكوبي، عندك سكانر على الصدر عند صحاب التحاليل خصوصيا، وعندك عندك عاوتاني الشهاده الطبيه. هادو هما اللي خاص تجمع عاوتاني. وبالنسبه للصالير 2000 درهم الا كنتي غادي ديبان، ولا كنتي باغي تخدم كاع مثلا عام عامين باغي تصبر في داك الايام وانت باغي دير شي حاجه كتفكر ليها، راك غتخدم بداك الصالير، ومع الوقت راه غادي يزيدوا شي عام ولا هادي. المهم انت والقدره ديالك وانت والصحه ديالك. المهم الاهم حاجه الا ما عندوش الباك هو راه كيدير في السي في انا ما عنديش الباك، عندي واحد المستوى مثلا التاسع ولا السانكيام، على حسب هما راه كيعيطوا الميناج يعني كتكون واحد السياره صغيره كتسوقها كتطلق واحد البرودوي باش كتغسل الارض، يعني الشركه كامله على حسب المكان اللي فيه نتايا. هذا هو الاساس اللي ما عندوش الباك. بالنسبه اللي عنده الباك راه كيعطيو البوست اللي غادي تحتاج فيه، ولكن غير هي فيها تماره وخاص صبر. وبالنسبه شنقول الانسان اللي باغي يدوز العطله في الصيف، هذا هو الاهم. اما شي حاجه اخرى شي خدامه اخرى راه كتبقى خاصه الشروط اللي غادي يخدموا به ولا شي حاجه. المهم الاهم هو يكون عندك الباك، حسن السيره خاوي، وما عندك حتى شي حاجه كتعاني منها، شي مرض ولا شي حاجه، وان شاء الله غادي تخدم.
المهم ملي كدير داك السي في واخا ما عندكش تجربه كاع، ما عندك لا تجربه ما عندك حتى شي حاجه، انت كتقرا وشديتي الباك وتالف ومثلا درتي جامعه وباغي تخدم داك الصيف، راك كدير بانك عندك بكالوريا وكتدفع في السي في، ما عندك حتى شي تجربه. ولا بغيتي دير شي تجربه ديرها خفيفه، كنبيع في شي محل، فهمتي انت، اما غتصاوب السي في نتايا ولا كتمشي عند موستيبير. المهم انت راه كتصاوب بانك مثلا واخا عمرك خدمتي، المهم كما كيقولوا تدي شويه زويته، كدير اما خدام في شي محل ديال الحوايج ولا خدام في شي محل ديال العطوره ولا شي حاجه. المهم جوج ديال الحاجه، جوج خدمات عادي، ما كاينش شي حاجه اللي غيقول لك كي درتي تخدمتي ولا علاش خدمتي ولا شنو فيها ولا والو. الاهم هما الناس الاهم في كارفور ولا مرجع ولا بيم، هما الاهم ديالهم هما تخدم معاهم صافي، ما غايقولكش كي درتي خدمتي مع الاخرين ولا كي درتي خدام ولا شنو كيخدموا ولا شحال الصالير، هذاك الشيء ما يهمهمش، هما الاهم ديالهم هو تخدم انت عندهم. هذا ما كان بالنسبه للصيف. اولا باغي تستمر معاهم ديما وعاجبك ديك الخدمه وبغيتي تصبر، راك غتجلس معاهم، غير هو على حسب القدره ديالك وعلى حسب الصبر اللي غادي تكون تشوف معاهم المعامله، وفهمتوا راه كل واحد بنفسه. راه كاين اللي ما كيكونش باغي يولي عبيد، نزيدكم هادي، راه كاين اللي ما باغيش يكون عبيد، كاين اللي كيكون بنفسه، وكاين اللي كيعرف بزاف الحاجات، راه كاين اللي تيضغطوا عليه وهادي، ولكن ماشي بزز منه باغي يخدم، راه كيفكر باغي يدير شي حاجه من قبل، باغي يمشي مثلا لاوروبا، باغي يدوز البيرميات، باغي يجمع يدير شي حاجه. راه ماشي اي واحد راه كتشوفوه بقى في ديك الخدمه ولا شي حاجه راه زعما عبيد ولا ما عندوش فين غادي يخدم. راه كاين اللي كيفكر وكيدرس مزيان في الحياه شنو غادي يدير من قبل، هادشي علاش كيصبر باش غادي يجمع الفلوس وغادي يدير شي حاجه اللي مهمه في حياته. هادشي علاش الانسان راه ماشي كلشي بحال راه كاين اللي ما عنده ما يخدم وكيبقى تما بحال العبيد، وكاين اللي كيفكر باغي يدير شي مشروع وكيصبر في داك الاوان وكيخرج بحالته بسهله. هذا ما كان. المهم تحياتي لكم الخوت، ولا كان شي تساؤلات ولا شي حاجه المهم غادي نجاوب عليها في كومونتير، ولا غنولي ندير شي فيديو اخر، ومرحبا بكم.